يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض باخر وصفة في صيام العذراء ام النور، وطبعا الوصفة دي او الفيديو ده واصل متأخر شوية. سامحوني على الفيديو متأخر شوية، وسامحوني على التصوير لانه حاساه غامق شوية، بس فعلا بأمانة ربنا الفطائر تحفة. النهاردة هنعمل مع بعض او قدمنا مع بعض او هنقدم مع بعض فطائر سهلة وبسيطة، أو فطير العذراء والملاك هنعمله مع بعض بأسهل وأبسط طريقة. ويلا بينا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير. أول حاجة هنشوفها هنا كده، أنا معايا كوباية من السكر ناقصة العقلة بتاعت صباع، يعني عقلة الإيد دي كده ناقصة ايه السكر، يعني كوباية سكر ناقصة عقلة من الصباع. ضفنا عليهم كوباية ونص من المية، وهنضيف عليهم كيس فانيليا كده بيدينا ريحة وبيدينا كده برضو طعم حلو للمعجنات. وبعد كده ضفت عندي هنا كيس خميرة من خميرة فورية، او لو عندك معلقة خميرة كبيرة من برطمان مع خميرة سايبة، او لو عندك كبيرة ضيفي كده حوالي معلقة شاي صغيرة على كيلو الدقيق اللي احنا هنشتغل بيه النهاردة. سبت طبعا لازم ادوب السكر حلو جدا، وياريت نستخدم سكر يكون ابيض نقي كده عشان ما يغمقش معنا الفطيرة. بعد كده هنا عندي كيلو من الدقيق، ضفت عليه نص باكو بيكنج باودر بالظبط، بيحسن معانا حلوة قوي الفطاير او المعجنات. وبعد كده جبت هنا عندي كوباية من الزيت سخنة جدا، وهبدأ ان انا هبس فيها الدقيق بالشكل ده. يبقى قلت كيلو الدقيق حط عليه كوباية من السكر ناقصة عقلة صباع بالظبط، مش هنحط كوباية عشان على فكرة يا جماعة السكر لما بيكون كتير بيحروق الفطاير او بيحروق الفطير او بيحروق القرص بمعنى اصح، بتخليها تبقى في قعر الصينية. اول ما تدخليها الفرن بتحسي كده ان هي بتلسع وتحرق من تحت لانها مليانة سكر كتير في العجينة. خلاص، فبدأت ان انا بكوباية زيت بالظبط بتبقى متسخنة حلو. في ناس بتحب تضيف زبيب وفي ناس بتحب تضيف جوز هند، بس بصراحة احنا ما بنحبش لا عليه لا جوز هند ولا زبيب، بنحب نعمله سادة كده. هنبس الدقيق بتاعنا بس حلوة، وهنرجع نكمل تدويب السكر بتاعنا حلو جدا عشان ما يخرزش. وهننزل بيبقى احنا هنا ضفنا عندنا كوباية ونص من المية، وكمان هعمل عندي هنا كده حوالي كده كوباية من المية، وهنزل شوية شوية بيها، مش هكتر لان انا زي ما قلت لكم انا نازله بكوبايه ونص الاول. خلاص، ميه دافيه خالص من الحنفيه. والدقيق ده يا جماعه بيكون دقيق سايب، اتكلمت كتير قوي في الفيديوهات ان انا بستعمل دقيق سايب. خلاص، وهبدا ان انا اعجن العجينه عجنه فظيعه بالشكل ده. بامانه يا جماعه انا ما بغيرش الوصفه بتاعتي، هي كل سنه انا بعملها بنفس الطريقه، حلوه وجميله ربنا يبارك. واللي بيخلي القرص تبقى معاكي شكلها احمر غامق كده وجميله زي ما بنشوفها كده وفي التوزيع، ايه انك بتسخني الزيت جامد قوي. هبدأ ان انا احط العجينة على الرخامة، وهبدأ اعجن فيها حتة حتة شوية شوية. يبقى انا لحد دلوقتي نازلة بكوبايتين مية، وهنا التالتة عندي، وهنزل فيها بالشوية شوية، مش هنزل بيها مرة واحدة. ميزة ان انا احط الكوبايتين مية الاول وبعدين اجيب التالتة جنبي ابدأ اخد منها زي ما انتوا شايفين كده شوية شوية، بتعمل العجينة عرق حلو قوي، وكمان بتخلي معاكي القرص طرية متبقاش ناشفة. خلاص، انا هنا ما عنديش اي بدايل خالص، لانه يا جماعه في فطير العذراء او قرص العذراء او القرص الطريه دي ما بتتعملش غير بالزيت، احنا بنعملها بالزيت في صيام العذراء. خلاص، انت بقى لو حابه بقى تحطي لبن تحطي حاجات من كده، بس احنا بنعملها بالزيت. فهي قرص العذراء بالزيت يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا عارفه ان الصيام خلاص خلص، بس فعلا بامانه بامانه انا بعتذر على تاخير الفيديوهات، لان فعلا بامانه انا عندي شغل تاني، فببقى مشغولة شوية. في الفيديوهات على ما بتنزل بتاخد معايا وقت. وزي ما قلت لكم يا جماعة انا سبت القناة دي رميتها على ربنا، هقدم عليها الوصفات اللي انا بحبها. مش مستنية منها حاجة تاني، بس ان انا لو ربنا عايزني اكمل هكمل، مش عايزني برضو مش هتكمل. فانا حطاها كده كتسلية. وهنزل بالعجينة بتاعتي وهفضل اعجن فيها يمين وشمال. ما تخافوش يا جماعة العجينة هتقولي ده طريقة، لا العجينة مش طريقة خالص. العجينة هتقبل معايا اغلبيه كوبايه الميه دي. انا عارفه العجينه تحت ايدي فيها ايه، بس هياخد ودي. طب في ناس تعبانه ما بتقدرش تعجن، تلم الدقيق كده بكوبايتين الميه الاول، وما تنزليش بيهم مره واحده، كوبايه ونص، وبعدين بالتدريج بالتدريج لغايه ما توصلي لعجينه حلوه انت عايزاها. تلمي العجين وتحطيه على الرخامه شويه وتسيبيه، هو بيريح وبيكون سهل معاكي في العجين. طبعا بتاخد معاكي وقت، ولو عندك عجان يبقى حلو قوي. انا هفضل اعجن في العجينه بتاعتي، وللامانه هقول لكم اخدت معايا ميه قد ايه. خلاص بصوا حبايبي، ادينا عجنت العجينه كلها بالشكل ده، بتكون طريه ملزقه شويه. دهنت الطبق طبعا دهنه من الزيت، خدت معايا يا جماعه
كوبايتين ونص ميه، ما خدتش معايا اكتر من كده. خلاص اهو، وده فاضل واقل كمان، يعني ممكن نقول اخدت 3 كوبايات الا ربع من الميه. طيب بعد كده العجينه هنا عندي خمرت بالشكل ده. انا هجيب الزيت عندي، النهارده هنشتغل زي ما قلت لكم كله بالزيت. هبدا ادهن الرخام، انا مش هقطع على صواني ولا على ترابيزه، لانه ايه، الموضوع مش محتاج ان انا اقعد اعمل مواعين كتير لانها كميه صغيره، ده كيلو دقيق. وهبدا اشكل القرص بتاعتي، انت شكليهم قد ما انت عايزه، بس هو ليه المظبوط على الكيلو بيطلع 24 قرصه. خلاص بيطلع 24 قرصه للكيلو بالظبط. اهو كده بالشكل ده. هقطعهم كده حجمهم قد ايه يا ايمان؟ حجم القرصه قد البرتقانه الصغيره مش الكبيره، لانه هنا عندنا لسه هيخمر، لان احنا حاطين فيه خميره وحاطين فيه بيكنج باودر، فهنحاول نظبط. انا عايزه اوريكم ان مثلا واحده كبيره واحده صغيره، لا نظبط كل العجينه قد بعض. لو عندك ميزان اعملي بالميزان، بس هو كمان بيطلع 24 قرصه بالظبط، ده حلو ليه. بس ما تعملش واحده كبيره واحده صغيره، علشان لو عملتي واحده صغيره واحده كبيره، الكبيرة مش هتستوي قوي والصغيرة هتبقى مستوية محروقة منك بالشكل ده يعني. فنحاول ان احنا نساوي القطع بتاعتنا. انا دهنت دهنة من الزيت، هخلص كل القرص بتاعتي وهبدأ ان انا اغطيهم بكيس من النايلون او فوطة، مفيش اي مشكلة خالص، على الرخامة. وهسيبهم يريحوا حبة بسيطة، مش هريحهم كتير قوي او اخمرهم. احنا كمان الجو حر، والمية اللي بنعجن بيها يا جماعة بتكون من الحنفية، ما تكونش مية سخنة. خلاص. بعد كده انا حبيت ان انا اختبر القرصة او العجينة، فضغطت عليها لقيتها مرتاحة كده، ما لمتش معايا. بجيب الصواني الالومنيا، مش بدهنها، عارفين اللي هو بشممها الزيت، لان خلاص العجينة واخدة المادة الدهنية بتاعتها الكافية قوي اللي تخليها ما تلزقش. طيب في حاجة ممكن ناخد العجينة زي ما انا عاملاها بالشكل ده كده، وناخدها نحطها على الصينية على طول، ما نرجعش نعملها اللمة والفردة اللي انا بفردها لها. يعني انا ببطط العجينه وبرجع المها بالشكل ده وطبقها. طب ايه ميزه اللي انت بتعمليه يا ايمان ده؟ الميزه هنا ان القرصه بيبقى ليها قلب، بتكون معاكي طريه شويه. لكن لو انا بططتها وحطيتها على الصينيه على طول ما بتقبش خالص، وبتعمل معايا قشره مش محبب فيها خالص بعد لما القرص تطلع من الفرن. وكمان هقول لكم ليه القرص بتطلع فيها قشره، لان بشوف ناس كتيره بتعمل قرص العذراء والملاك دي بتبقى كلها قشره قبه من فوق. هي مش المفروض يكون فيها قشره خالص خالص، بتطلع قشرتها. وانا هقول لكم ايه اللي بيخلي القرص تطلع القشره بتاعتها. اولا لما بتخرجيها من الفرن وتسيبيها عريانه، او بتبقى النار بتاع الفرن هاديه خالص، او بتجيبي فوطه فيها ميه بتحطيها على وش العجين، او بتغطيها بكياس نايلون. ما ينفعش كل الكلام ده. بصوا انا اخدت واحده وحطيتها كده، قلت هجرب، فعندك دي فطست، مش اللي هي يعني قرصه حلوه، يعني هتبقى قرصه فطسانه كده مش قرصه قبه. فميزه ان انا بفردها الاول وارجع المها بالشكل ده وبططها تاني بكفة ايدي، ده بيخلي القرصة عندك مسوية حلو وتعرفي تتحكمي فيها، تنقليها من صينية لصينية، تنقليها تحطيها مكانها، بتبقى القرصة ماسكة نفسها معاكي كده. لكن دي اللي انا شلتها وحطيتها على طول، التشكيل بتاعها متلخبط، او مثلا لو زنقت شوية او مش بتقب. فلما بفرد واعمل التدويره دي بتخلي القرصه معاكي لها قلب كده وتبقى طريه. خلاص انا هشكل كل الكميه بتاعتي زي ما انت حابه، كل صواني وعلى حسب ما هتشيل معاك العجينه. انا دي شالت عندي 6، رجعت شلت منها تاني، رجعت حطيت تاني، يعني عارفين انت كده يعني. فدي ممكن تشيل 6، ممكن تشيل 8، على حسب ما الصينيه، تشيل 9 على حسب ما الصواني تشيل معاك. في حد سألني على الصواني دي، يا مان انت جايباها منين؟ يا جماعه انا جايباهم من زمان من ميدان الجامع، معايا 9 صواني، 6 بالحجم الطويل ده، وعندي 3 مربعين. فبشتغل لما يبقى عاملة كمية عجين بشتغل بيهم يعني، وخصوصا للعيد والقرص والحاجات بتاعتنا دي، فبينفعوني قوي حلوين. كنت جايباهم زمان يا جماعة الصينية ب50 جنيه، دلوقتي معرفش الصينية تمنها عامل كام بصراحة، من زمان يعني. بس عايزة اقولكم بجد تحفة، التسوية بتاعتهم رهيبة رهيبة بجد. خلاص انا هنا كده بصوا بحط في الصينية دي هحط فيها 8، لاني حاسة القرص حجمها كبير شوية. لو انت حابة تصغري ليكي مطلق الحرية، وكمان عشان لسه القرص هتخمر ولسه هتخش الفرن. طب في الوقت ده انا هعمل ايه؟ هجيب كيس زي كده واروح حاطه على وش الصينية لغاية لما اخلص كل الكمية بتاعته. وهنا ربنا يبارك الكمية بتاعتنا حلوة. وعايزة اقول لكم للأمانة أنا كان عندي عجين تاني فزودت شوية، يعني عملت شوية زيادة يعني. بس دي مقادير الكيلو اللي أنا عجنتها معاكم. ربنا يبارك 24
قرصة، بسيبه يخمر بالشكل ده، وبعدين بروح اسوي في فرن البوتاجاز يا جماعة درجة حرارة 220 تحت. بيطلع شكلهم تحفة 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 بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده عسل ربنا يبارك. بصوا بيكون لونهم جميل جدا ازاي، عايزة اقول لكم يعلم ربنا الاضاءة ظلمهم. تحفة بامانة يا جماعة، تحفة تحفة. القرص جميلة قوي 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 بالشكل ده. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.